السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش راكم خوتي وخواتاتي؟ نتمنى الله فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بخير في نعمة والحمد لله يا ربي. كيما راكم تشوفوا معايا اليوم جيتكم بكاطو بزاف اقتصادي وبزاف بنين وهشيش وفي الخف يوجد، يعني ماشي حاجة، وفيه 3 مكونات فقط، يعني أي واحد ينجم يحضّر هاد الحلوى. كيما راكم تشوفوا معايا درت نُص كاس من السكر ناعم مع كاس نتاع الزيت. هنايا أي كاس تبغي تعبري بيه عبري بيه. أنا عندي هاد الكاس يعني يرفد بالك 180 170 مليلتر يعني صغير. درت معاه شوية من لاغوم تاع لافاني، شوية لاغوم تاع لافاني، تقدري ديري لافاني بودر وحدها، وهنايا زدت معاهم الكاكاو. هنا الكاكاو تقدروا تعوضوه بالنوا د كوكو، بالكراميل، ليسونسيال الذوق اللي تبغي تستعمليه استعمليه. وزدت شوية راس معلقة صغيرة من لافاني غبرة، يعني غير باش تعزز لي الكو هذا ما كان. كيما تقدري تخلي العجينة تاعك بيضة كيما شفتوا معايا. أنا درت وحدة ذوق فانيلا وحدة بالكاكاو، يعني شاركت معكم غير تاع كاكاو نفس الطريقة، جوست نقلع الكاكاو ولا تقدروا تبدلوا لوغو هذا ما كتقدروا ديروا ليه كراميل فخاز اللاغوم اللي تبغوا ولا الكول اللي تبغوا ديروه ديروا. خلطت مليح هذوك المكونات غير بالفوين، ما تحتاجوش حتى الواطور ما نحتاجوش. ونبدا نضيف في الفرينه بالتدريج وندير معاها خميره كيميائيه. نحتاج يعني نصف ملعقه صغيره، يعني ربع كيس، الكيس على 4 ربع كيس خميرة كيميائية، يعني نصف ملعقة صغيرة كي تشوفوا معايا ماشي عامرة مليح. ونبدا نلم في العجينة تاعي عادي كيما قلت الفرينة نضيفها بالتدريج حتى نتحصل على العجينة تكون طرية. يعني واتونسيون هنايا تعرفوا الكاكاو يبس شوية العجينة، وتوجور الكاطو تاع الكاكاو يجي شوية يابس على العجينة البيضاء العادية. هذا علاش ما تكتروش الفرينة، غير بشوية بشوية والعجينة يليق تقعد توجور طرية. أنا شوية فدت في الفرينة بصح هكاك الكاطو تاعي جا بزاف هشيش وبنين ليسونسيال. عسو غاية العجينة تاعكم تاع الكاكاو. هنا درت كمية قليلة لاخاطرش درت نفس الكمية درتها ذوق فانيلا وحدها، صاي بغيت ندير نوعين. شفتوا معايا هنايا نبدا نشكل في الكاطو نتاعي. جبت البلاطو نتاعي رشيته بشويه تاع الفرينه كما تقدري ديري بابي كويسو، ونبداو نشكلوه في الكريات. نديرو كريات ما نستعملوش الطابه باسكو هنايا الحلوى تاعنا ما فيهاش البيض ما فيهاش الزبده، سي نورمال نديروها كويرات باش ما تجيناش يابسه من بعد. صاي او ميم طون كديري الطابع وديريها شويه خشينه، لا فورم تاعها تتبدل وما راحش تجي شابه. يعني من الاحسن نديروها كويرات ولا نشكلوا حربوش ونقطعوها على شكل مقروطات. يعني هاد الشكلين اللي يجوا في الحلوى تاعنا نهار اليوم نشكلهم كامل بنفس الطريقه. والفرن تاعي يسخن على 180 درجه من الاسفل فقط. ندخلها يعني بعد ما تشد روحها الكاطو ونشوفها تحمر لي من التحت، نزيد نشعل عليه من الفوق حاجه خفيفه ونخرج. هذا مكان وعسو غايه. يعني كاطو تاع الكاكاو كيما تعرفوا يحشيها لك تعرفي اسكو طاب ما طابش ليسونسيال اسيه غايه. يعني حاجه تاع 15 دقيقه 10 دقائق على حسب الفرن تاعك. صاي من بعد شفتوا معايا جبت نواه كوكو درت عليه ملعقه صغيره من الكاكاو، خلطت مليح باش نغلفه من فوق يجيني جون قطيفه. كما تقدري تخلي الموت كوكو تاعك بلون عادي ولا تقدري تغلفي الكاطو تاعك بالشوكولا وحدها. انا هنا راح نستعمل حتى العسل، يعني ما تخافوش الكاطو تاعكم يجي حلو باسكو احنا منقصين السكر واستعملنا السكر الناعم. هذا علاش نغطسوا الحلوى تاعنا ولا الكاطو تاعنا في الكونفيتير ولا العسل. حتى بالكونفيتير تاع المشماش يجي بزاف شباب. من بعد في هذاك النوات كوكو اللي بالكاكاو وراح يجي الشكل تاعه كيما هكا، راح يجي بزاف شباب المنظر نتاع الكاطو تاعنا نهار اليوم. وهذاك اللي بذوق الفانيلا عفوا اللي خليت العجينه تاعها بيضاء نديره في السكر ناعم، يعني الحبه كامل نغمسها في السكر ناعم ونغلفها مليح. جون غادي نغلف يعني كاطو تاع بوسوله تمسو تاع بكري هذاك بنفس الطريقه. والتزيين كامل يبقى اختياري. وهذه هي النتيجة كما راكم تشوفوا معايا. الكاطو هذا اللي جا على الشكل تاع القطيفة، وهذا نتاع السكر كلاصي عادي تاع السكر الناعم. كما راكم تشوفوا الشكل تاعه تحفة، حتى المذاق نتاعه يجي بزاف بنين. يعني كما شفتوا معايا الوصفة سهلة ما تديش الوقت كامل ومام طون هشيشه. راح نقسم معكم حبه وراح تشوفوا معايا كيفاش راح تتفتت في يدي بالخف حتى اللوغو ما تخافوش منه كامل. نتمنى الوصفه النهار اليوم تنال اعجابكم وما تنساوش تدعمونا. اللي اول مره يزوروا قناتنا يضغطوا على زر الاشتراك. ما تنسوناش في الجام خوتي وخواتاتي، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.